بعد اختفاء أدهم الناس افتكرت إنه هرب، لكن الحقيقة إن المراية ما كانتش فاضية، كانت مستنية ضحية جديدة. الليلة اللي بعدها ملك أخت أدهم جات البيت تدور عليه، ولما دخلت أوضته لقت المراية في نص الأرض، والبرد في الأوضة كان قارس كأن حد فتح تلاجة. ملك قربت من المراية ولقت بصمات صوابع كتير متسوخة عليها، وكأن ناس كتير حاولوا يخرجوا منها. فجأة الزجاج رعش، وبعدين اتشق تشقق خفيف وظهر نفس الوش اللي خطف أدهم. ملك اتراجعت خطوة، بس الوش بدأ يتغير، العينين اتسحبوا لجوه والفم اتخيط، وبعدين ظهر وش أدهم، بس مش أدهم الطبيعي، ده كان أدهم الميت، عينيه مقلوبة لفوق. صوته كان خارج من المراية مخلوق كده: اخرجي اخرجي قبل ما ياخدك، هو جوه. ملك قربت وقالت: يا أدهم ارجع معايا. المراية سودت كلها وأدهم اختفى، وبدل ما يظهر ظهر إيد بشرية طلعت من جوه ماسكة طرف المراية، وبعدين إيد تانية، وبعدين رجليين، وخرج أدهم، بس جسمه كان بايظ، شكله ما يشبهش إنسان، نصه متقطع ووشه مرسوم على جمجمته بطريقة غلط.